ليلى قامت فجأة وقالت: أنا حاسة إني مش قادرة أتنفس. ومشيت شوية لورا، وفجأة بصوا وراها ملقوهاش، كأنها اختفت في لحظة. مع المغرب وهم داخلين الغابة، كل حاجة بقت غريبة. الجو بارد بطريقة مش طبيعية، والأشجار ضخمة وظلالها طويلة كأنها بتراقبهم. سامي لاحظ إن الصوت الوحيد في الغابة هو صوت خطواتهم، حتى العصافير ما بتغنيش. نادر قال: غريبة، مفيش حيوان واحد، حتى العصافير ساكتة. بالليل وهم قاعدين حوالين النار، سمعوا صوت همسات جاية من بعيد، كأن حد بينادي بأصوات ضعيفة مش مفهومة. ليلى قالت: حد سمع الصوت ده. وفجأة سمعوا حاجة زي ضحك طفلة، بس الصوت كان غريب، كأنه جاي من جوه الأرض. وهما بيتكلموا بيحاولوا يهدوا نفسهم، ليلى قامت فجأة وقالت: أنا حاسة إني مش قادرة أتنفس. ومشيت شوية لورا، وفجأة بصوا وراها ملقوهاش، كأنها اختفت في لحظة. سامي صرخ: ليلى، ليلى، انت فين؟ لكن مفيش رد. سامي ونادر اتفرقوا في الغابة يدوروا على ليلى، لكن مع الوقت حسوا ان هما بيتوهوا اكتر. الاشجار بقت كأنها بتتحرك، والطريق بيقفل عليهم. سامي سمع صوت حاجة بتمشي حواليه، لما لف شاف خيال اسود طويل، شكله زي شبح ست شعرها نازل على وشها. وفي لحظة ظهر لسامي شبح راجل عجوز بعيونه حمرا. قال بصوت خافت: انتوا مش ضيوف، انتوا غزاة، الغابة ما بتسمحش لحد ينجو منها. الشبح كمل وقال: كل اللي بيدخل هنا وما بيحترمش الأرض دي بيبقى واحد مننا. سامي حاول يهرب، بس كل مرة يطلع في مكان مختلف. نادر شاف شجرة عليها وجوه مرعبة محفورة، وأول ما قرب منها سمع أصوات ناس بتصرخ. سامي افتكر إن هم معاهم حاجات بتلوث الغابة، وقرر يرميها بسرعة. وفجأة حس إن الطريق ظهر قدامه. بعد ما خرجوا من الغابة بصعوبة، لفوا يبصوا وراهم، لكن ملقوش أثر للغابة، كأنها اختفت. لكن الغريب إن سامي بقى كل ما ينام يسمع أصوات نفس الأشباح، ولما يبص في المراية أحيانا بيشوف ضلالهم حواليه، وأحيانا خيال ليلى واقف بعيد وبيبص عليه بابتسامة باردة. بعد ما خرج سامي ونادر من الغابة السوداء، قرروا ما يتكلموش مع حد عن اللي شافوه. كل واحد راجع بيته مرعوب وحاسس ان لسه في خطر حواليه. سامي دخل البيت على طول، لكن اول ما دخل شم ريحة دخان، كأنه لسه حوالين النار اللي كانوا قاعدين حواليها في الغابة. اول ليلة سامي نام بصعوبة، لكن بمجرد ما نام بدأ يشوف كوابيس مرعبة. شاف ليلى كانت واقفة في وسط الغابة بتبصله بعينين سودة، بتضحك ضحكة مرعبة. كل ما يحاول يجري في الحلم الأرض بتتشقق تحته، وأصوات الأرواح بتتحول لصراخ عالي. نادر بدأ يحس بحاجات غريبة حواليه برضه. لما يبص في المراية يلاقي وراه شبح الشخص العجوز اللي قابلهم في الغابة، وكل ما يحاول يتجاهل الموضوع الشبح يقرب أكتر وأكتر. وفي يوم من الأيام سامي كان قاعد في الصالة، فجأة شاف خيال ليلى بيمر قدامه بسرعة. وقف مصدوم وقلبه بيدق بسرعة. كل ما يمشي في البيت يحس إن في خطوات وراه، وأحيانا بيشوف ليلى من بعيد مبتسمة. وفي مرة سمع صوتها بتقول: ليه سبتوني هناك؟ نادر بقى يشوف خيالات كتير في بيته، لدرجة إنه بقى خايف ينام أو يفضل لوحده. كل ما يقفل النور يبدأ يسمع أصوات همس وحد بيناديه، وأحيانا بيشوف أثر أقدام طين على الأرض، كأن حد لسه خارج من الغابة وجايله. الكوابيس دي خلت سامي يحس إن ليلى لسه حية، أو إنه روحها محبوسة في الغابة. هو ونادر قرروا يرجعوا تاني للغابة لآخر مرة. المرة دي مش علشان يتخلصوا من اللعنة، لكن علشان يعرفوا الحقيقة عن ليلى. ولما وصلوا لنفس المكان اللي اختفت فيه قالوا بصوت خافت: احنا اسفين، احنا مش هنرجع هنا تاني، بس عايزين نرجع بصاحبتنا. وبدأوا ينادوا على اسمها. فجأة ظهرت ليهم ضبابية بيضة كانت شبه ليلى. الضبابية بدأت تتحرك ناحيتهم ببطء،
ولما قربت ظهرت ليلى بملابسها اللي كانت لابساها في الليلة اللي اختفت فيها. كانت بتبص لهم بنظرة حزينة وعيونها مليانة حزن، وقالت بصوت منخفض: انتوا سبتوني لوحدي، انا مش هقدر ارجع. وليلى حكت ليهم انها من وقت ما اتفرقوا حست ان الغابة حبستها في مكان مظلم. كل ما تحاول تهرب تلاقي الاشجار بتقفل عليها، ولما كانت تحاول تصرخ الاصوات كانت بتتوه وسط همسات الاشباح. قالت ليهم إن الغابة حبستها بسبب وجود شخص ما بيحترمش الطبيعة، وإنه بمجرد دخولهم الغابة أصبحوا جزء من لعنتها. سامي يحاول يقرب منها، بس كل ما يقرب كان جسمها يتلاشى ببطء. ليلى قالت ليهم إنها مش هتقدر تخرج، وإن روحها هتفضل محبوسة في الغابة. نادر حاول يقنعها تيجي معاهم، لكنها قالت بحزن: الغابة اختارتني، مفيش خروج. وبعد ما فهموا إن ليلى ضاعت للأبد، سامي ونادر خرجوا من الغابة وهم محطمين. ولما رجعوا بقت حياتهم مليانة شعور بالذنب والخوف، وكل ما يبصوا على صور قديمة ليهم مع ليلى يفتكروا آخر مرة شافوها فيها وهي واقفة في الغابة. وفي النهاية ليلى ما رجعتش فعلا، وفضلت روحها جزء من لعنة الغابة. وكل ما سامي ونادر يبقوا لوحدهم يحسوا إن ليلى بتراقبهم كذكرى مرعبة دايما تذكرهم باللي حصل. الأيام حسام كان راجع من شغله متأخر جدا. الطريق اللي بيمشي فيه عادة ما بيكون مقفول للصيانة، فاضطر إن هو ياخد طريق جانبي معروف إنه مهجور ومحدش بيحب يعدي منه بالليل. بس حسام كان مضطر لأنه كان عايز يوصل بسرعة ومفيش طريق تاني قريب. حسام أول ما دخل الطريق حس بحاجة غريبة، الجو بقى أهدى من اللازم، حتى صوت الموتور بتاع العربية كان واطي كأنه بيهمس. الدنيا كانت ضلمة والشجر عن جنبين كان شكله مخيف قوي، أغصانه طويلة كأنها بتحاول تمسك أي حد يعدي. حسام حاول يهدي نفسه وقال: دي بس تخيلات، خليني أركز. وهو ماشي لمح في مراية العربية حاجة بتتحرك وراها، بص بسرعة بس ما كانش في حد، لكنه كان متأكد إنه شاف ظل، حاجة مش طبيعية. بدأ يزود السرعة وقال: أكيد أنا تعبان وبتهيألي. بعد دقايق سمع صوت خبط على سقف العربية، الصوت كان واضح جدا. وقف العربية فجأة وخرج يبص فوق، مفيش أي حاجة. بص للشارع لقاه فاضي تماما، لكن لما رجع العربية لقى إن في علامات خدوش على السقف. حسام بدأ قلبه يدق بسرعة وحس إن في حاجة بتراقبه. كمل طريقه بسرعة لكنه شاف شخص واقف في نص الطريق. الشخص ده كان لابس أبيض تماما ومفيش أي ملامح لوشه، كان كله زي الضباب. حسام داس على الفرامل بالعافية، ولما نزل يبص ملقاش حد، بس حس بحركة سريعة ورا ظهره. لف بسرعة لقى بنت صغيرة واقفة بعيد، وشها ما كانش باين بسبب شعرها اللي مغطيه بالكامل. البنت رفعت ايديها وشاورت ناحيته، بس صوتها كان غريب وهي بتقول ما كانش المفروض تعدي من هنا. حسام رجع العربية بسرعة، لكن بمجرد ما بدأ يتحرك الأنوار طفت والعربية بدأت تقطع، وصوت غريب زي الهمس كان حوالين العربية من كل مكان. فجأة سمع صوت صراخ جاي من كل الاتجاهات. الصراخ كان مليان ألم وغضب، كأن في أرواح محبوسة في المكان ده. بس بعد معاناة قدر حسام يشغل العربية وطلع بأقصى سرعة، لكنه هو خارج الطريق شاف في المراية الخلفية نفس البنت واقفة مع الشخص اللي شافه في الأول، وبصوا عليه بعينين حمرة جدا. أخيرا حسام بعد معاناة وصل البيت، لكنه ما قدرش ينسى اللي حصل وحاول يحكي لحد، لكن كل اللي سمع القصة قالوا له إن الطريق ده معروف إنه مسكون من زمان، وإن في ناس دخلته وما خرجوش أبدا. في الليلة اللي بعدها حسام صحي على صوت خبط على باب شقته. لما فتح ملقاش حد، لكن كان في ورقة مكتوب فيها: الطريق بيستنى ضحيته الجاية. حسام رجع البيت مرهق بعد اللي شافه في الطريق المهجور. أول لما وصل الدنيا كانت ساكتة بشكل يخوف، حتى أصوات الشارع مش موجودة. وقف قدام باب الشقة وسمع صوت خبط على الباب. قلبه بدأ يدق بسرعة وقال في نفسه: مين اللي هيجي دلوقتي؟ فتح الباب بشويش، لقى ورقة صغيرة متنية على الأرض. شالها وبدأ يفردها بإيده وهو متردد، ولما فتحها لقى مكتوب بخط غريب: الموضوع مخلص، ادخل لوحدك لو كنت شجاع. حسام رفع عينه يبص حواليه، البيت كله ضلمة إلا نور بسيط جاي من آخر الممر. قال في نفسه: مش معقول اللي بيحصل، أنا بحلم. دخل الممر بخطوات حذرة والأرضيات كانت بتطلع صوت تحت رجليه، وكان حاسس كأن حد بيتنفس وراه. وصل للنور ولقى باب أوضته مفتوح نص فتحة. أول ما قرب للباب صوت حاجة وقعت جوه الأوضة، وقف مكانه متسمر
وبعدين قرر يدخل. أول ما دخل النور طفى لوحده والباب قفل بصوت عنيف. الدنيا بقت ضلمة تماما. حسام حاول يشغل كشاف موبايله لكنه كان سامع صوت حد بيتحرك وراه. بص بسرعة بالكشاف ولقى عيون حمرا بتلمع في الظلام. حسام وقف متسمر مكانه مش قادر ياخد نفسه، والعيون الحمرا كانت ثابتة في مكانها. وبعدها ظهرت ملامح وجه مشوه، وجه غريب مش شبه أي حاجة شافها قبل كده. حسام حاول يصرخ لكن صوته كان مخنوق كأنه محبوس. فضل يتراجع لورا بخطوات سريعة لكنه خبط في حاجة والكشاف وقع من ايده على الأرض. الصوت العالي بتاع سقوط الكشاف قطع الهدوء، وبسرعة النور اشتغل فجأة. في اللحظة دي حسام لقى نفسه لوحده في الأوضة. كل حاجة كانت طبيعية وكأن مفيش حاجة حصلت. حتى الكشاف كان مرمي على الأرض وشغال. قال بصوت عالي: أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل، أنا لازم أخرج من هنا حالا. اتجه ناحية الباب لكن لما حاول يفتحه لقى الباب مقفول تماما وكأنه معمول عليه قفل حديد. بدأ يسمع صوت همسات جاية من الجدران، أصوات غريبة بتكرر اسمه ببطء: حسام، حسام. بص حواليه وهو بيترعش، ولما لف وشه ناحية المراية الكبيرة اللي في الأوضة لقى انعكاسه في المراية مش بيتحرك. انعكاسه كان واقف ثابت لكن كان بيبصله بيبتسم ابتسامة مرعبة. حسام صرخ بصوت عالي: انت مين وعايز مني ايه؟ لكن انعكاسه بدأ يضحك بصوت عالي جدا لدرجة ان حسام حس انه هيتجنن. فجأة الانعكاس مد ايده من المراية وطلع يمسكه من رقبته. ايد الانعكاس وهي طالعة من المراية كانت باردة بشكل غريب جدا كأنها جاية من مكان ميت. حسام حاول يفلت نفسه لكنه حس إن القوة اللي ماسكاه مش طبيعية. انعكاسه في المراية كان بيقرب وشه منه وعينيه الحمرا كانت زي النار. في اللحظة دي حسام افتكر حاجة، افتكر الورقة اللي لقاها. بسرعة مد ايده في جيبه وهو بيترعش، طلع الورقة وصرخ بصوت عالي: ايه اللي مكتوب فيكي؟ ايه اللي مطلوب مني؟ فجأة كل حاجة حوالين حسام وقفت. الضحك المرعب اختفى، الإيد اللي كانت ماسكاه اختفت هي كمان، والمراية بقت فاضية لكن الورقة اللي في إيده كانت بتبدأ تتغير. الحروف اللي عليها بتتحرك وتتشكل لحد ما اتكتبت جملة: الوعد اللي موفيتش بيه لازم يتسدد الليلة. حسام بص في الورقة وهو مذهول وقال لنفسه بصوت عالي: وعد؟ أنا وعدت مين؟ في اللحظة دي سمع صوت خطوات جاية من ورا الباب. الصوت كان تقيل وكأن اللي جاي عليه مش بني آدم. الباب بدأ يهتز وكأن في حاجة بتحاول تدخل.
عقل وصوت هادي ومخيف في نفس الوقت. حسام، وقت الحساب بدأ. حسام فزع من نومه وكان قلبه بيدق بسرعة وكأنه عايش اللحظة فعلا. بص حواليه لقى نفسه على سريره والغرفة هادية زي ما هي. استوعب إن كل اللي شافه كان كابوس. مسح عرقه وهو بيقول لنفسه كان حلم، لكنه أكيد مش مجرد حلم. قام حسام من على السرير وقعد يفكر في كل حاجة حصلت. الكابوس ده كان رسالة واضحة ليه: ما تهملش وعودك مهما كانت بسيطة، كل وعد له تمن. قرر إنه لازم يكون إنسان مختلف، شخص بيوفي بوعوده وبيتعامل مع حياته بجدية أكتر. الكابوس ده كان مجرد إنذار، لكنه أنقذه من واقع ممكن يكون أصعب. لقى ماجد واقف ووشه شاحب. خالد قال له بحدة: ايه اللي جابك هنا يا ماجد؟ ماجد قال له: جيت، كنت خايف انك تعمل حاجة تندم عليها. في حي هادي
بعدها صمت تام. وسط الأنقاض بين أصوات الطائرات وصراخ الأبرياء كانت هناك قصة طفلة لم تتجاوز السادسة من عمرها وأخيها الصغير، قصة عن أمل صغير وسط ظلام كبير. هذه ليست مجرد قصة، هذه صرخة تذكرنا بما يعنيه أن نكون بشرا. قصتنا بتبدأ لما سما كانت قاعدة في هدوء بترتب ألعابها، وياسر كالعادة بيحاول يلعب ويبوظ اللي هي بتعمله. محدش فيهم كان عارف إن اللحظة البسيطة دي هتكون آخر لحظة هادية في حياتهم. بلاش تخربها بقى، دي لعبتي المفضلة عندي. أنا هخربها لك، هخليها لك زي طيارة. ياسر ياسر انت فين؟ انا خايفة قوي، الدنيا ضلمة. انا هنا يا سما، ما تخافيش. سما سامعاني؟ قوليلي، كنت عاوزة تحلمي بإيه لما تكبري؟ كنت عايزة ابقى دكتورة زي ماما وعالجك لو تعبت، بس ايدي وجعاني قوي يا ياسر. ما تخافيش يا سما، هنعمل عيد ميلادك لما نطلع من هنا وهنجيب تورته كبيره. فاكره الشوكولاته اللي بتحبيها؟ ياسر انا نفس، بالله عليكي استحملي، افتكري عروستك، مش قلت عاوزة توديها المدرسة؟ استحملي عشاني. سما رد عليا. رجالة الإنقاذ وصلوا، كانوا بيجروا وسط الأنقاض. واحد منهم صرخ: في طفل هنا، بسرعة يا جماعة. كانت اللحظة دي فيها أمل صغير وسط كل الضلمة. سما كانت هنا، الحقوها، كانت بتستناني. دي حكاية تحت الركام، حكاية وجع وأمل، حكاية لازم تتحكي. دي قصة سما وياسر، براءة قاومت الغياب.